ازاي تبدا تشتغل اونلاين من الصفر؟ هل عمرك قعدت تفكر مع نفسك يا ترى الناس اللي بتشتغل اونلاين دي بتكسب ازاي؟ وهل فعلا ممكن ابدا من الصفر من غير خبره ومن غير ما يكون عندي اي حاجه اقدمها؟ خليني اقول لك الحقيقه، ايوه ممكن تبدا ده، ولكن مش بالسحر ومش بين يوم وليله. هو طريق محتاج ان انت تلتزم وتصبر، لكنه ممكن يغير حياتك بالكامل. في الفيديو ده هنتكلم عن شويه اجزاء تخليك تبدا تشتغل اونلاين. فقبل اي حاجه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. الجزء الاول من الفيديو ده الفكره الاساسيه. اول حاجه لازم تستوعبها ان الشغل اونلاين مش مجرد كلمه كبيره، هو ببساطة أي خدمة أو منتج أو محتوى بتقدمه لحد تاني عبر الإنترنت، وده بيكون مقابل فلوس أنت بتحددها أو بتتفق مع العميل عليها. وده ممكن يكون خدمة بتقدمها بنفسك زي كتابة أو تصميم أو برمجة، أو مثلا منتج رقمي زي كورس أو كتاب PDF، أو منتج عادي بتبيعه إي كوميرس، أو حتى محتوى بتعمله وتجذب بيه جمهور على يوتيوب أو تيك توك. الجزء الثاني من الفيديو ده خطوات البدايه من الصفر. اول حاجه حدد نقطه قوتك او شغفك، حتى لو شايف نفسك ما فيش اي مهاره عندك، صدقني اي حد عنده حاجه ممكن يقدمها. يعني مثلا بتحب الكتابه ممكن تبدا في كتابه المقالات، ولو بتحب التصميم تقدر تتعلم جرافيك، ولو بتحب الشرح اعمل محتوى تعليمي وابدا انشره على يوتيوب، ولو مش عندك مهاره واضحه ببساطه اختار مجال وابدا اتعلمه اونلاين. في كورسات مجانيه في كل حته تقريبا. تاني حاجه التعلم والتطوير، لازم يكون عندك روتين يومي بسيط، زي مثلا ساعه واحده يوميا تتعلم فيها من على يوتيوب او منصات زي كورسيرا او يوديمي، ولازم ساعه تانية للتطبيق العملي على الحاجات اللي انت شفتها. وبعد 30 يوم هتتفاجئ قد ايه مستواك اتحسن. تالت حاجه بناء البروفايل بتاعك، لازم بعد ما تبدا تتعلم وتطبق لازم يكون عندك مكان تعرض فيه شغلك. يعني مثلا لو هتشتغل فريلانسر اعمل حساب على مواقع زي ابورك او فيفر او حتى خمسات، ولو هتعمل محتوى اعمل حسابات سوشيال ميديا وابدا انشر عليها. الموضوع مش محتاج كمال، حتى شغل بسيط اولي يبين انك بدات افضل من صفحه فاضيه. ابدا صغير وكبر مع الوقت واحده واحده. اول عميل واول 100 مشاهده هم اصعب حاجه بتحصل، لكن بعدهم الموضوع بيكبر تدريجي. المفتاح في الموضوع ده الاستمراريه زائد الصبر. الجزء الثالث من الفيديو ده العقبات اللي هتقابلك في المشوار ده. اول حاجه الخوف من الفشل، كلنا بنخاف، ولكن الفرق ان في ناس بتكمل بعد الخوف ده. تاني حاجه قله الدعم من اللي حواليك، هتسمع جمل كتير زي ما فيش حاجه اسمها شغل اونلاين وده ركز في شغلك العادي. تالت حاجه الاحباط لما ما يكونش في نتائج سريعه، وده طبيعي جدا انك تبدا وما تلاقيش فلوس من اول اسبوع ولا حتى من اول شهر، ولكن لو كملت بعد شهور قليله هتشوف نتائج تخليك تقول انا ما كنتش اتوقع ده. الجزء الرابع فرص البدايه السهله وامثله عمليه. الشغل اونلاين فيه مجالات كتير، زي مثلا انك تكتب مقالات المدونات او الترجمه او التصميم البسيط باستخدام كانفا، او شغل التسويق بالعموله او بيع المنتجات اللي انت بتصممها زي التيشيرتات والمجات، او ان انت تقدم خدمات بسيطه زي اداره حسابات سوشيال ميديا. كل واحده من دول ممكن تبدا فيها من غير راس مال، ومع التعلم والممارسه هتلاقي نفسك بتتطور. الجزء الخامس من الفيديو ده خطه عمل للمبتدئ تقدر تبدا بيها. اول حاجه حدد مجال واحد بس تبدا فيه وما تشتتش نفسك. تاني حاجه خصص ساعتين يوميا، ساعه للتعلم وساعه للتطبيق. تالت حاجه بعد شهر اعرض شغلك على اول عميل او انشر اول محتوى. رابع حاجه بعد 3 شهور يكون عندك بورتفوليو صغير او جمهور اولي. خامس حاجه بعد 6 شهور تبدا تشوف دخل ثابت من الموضوع ده. وفي نهايه الفيديو عايزك تاخد الفيديو ده كانه خريطه ليك، ولكن اللي هيحدد النتيجه هو خطوتك الاولى. فاسال نفسك امتى هتبدا، النهارده ولا هتفضل تاجل لبكره؟ بس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش شوف الفيديوهات اللي فاتت، استنى الفيديوهات الجايه. بس كده اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.